نظمت جمعية البدر الولائية أياما للأدب الشعبي بصبرة بولاية تلمسان تحت شعار خطى متسارعة للصون والتوثيق. نظمت تظاهرة أدبية وثقافية تحمل في طياتها برنامجا ثريا لا سيما أمسيات شعرية وندوات نقدية ومحاضرات أكاديمية ومعارض، ناهيك عن إقامة جلسات الأمثال والألغاز الشعبية. الفعالية تستهدف جميع الفئات بما في ذلك الشباب والأطفال. التغطية لعامر بن عكاشة. التظاهرة التي تقام بمدينة صبرا من خلال سلسلة من الأنشطة الثقافية في شكل عروض مسرحية ومحاضرات، ناهيك عن أغاني وأشياء كثيرة جدا. والجميل في هذه التظاهرة أنها تحاول أن تحفر في الذاكرة الجماعية لهذه المدينة، ومدينة تلمسان معروفة وثرية بأدبها الشعبي. اليوم راه الحضور نتاعنا في هذا اللقاء يعني في مدينة صبرا، وين في هذا التجمع الشعبي غادي ان شاء الله نحيوا قصص وتصويرات الأجداد، وان شاء الله هذه الحكايات يقعدوا الى يعني جيل على جيل. بهذا مشاهدينا نأتي وإياكم إلى ختام هذا الموعد الإخباري. متابعة طيبة مع بقية برامج قناة الوطنية. إلى اللقاء.